يا صباح النور، يا صباح الهنا، يا صباح الياسمين والفل عليكم يا احلى متابعين. يلا بينا نبدأ روتين نفسها تبقى مبسوطة وتعيش في حالها، بس الناس كلها نطن لها في حالها. يلا بينا نبدأ الفيديو، متنسوش اللايك والاشتراك وتعليق منكم يشجعني يا حلوين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. بصوا بقى الأيام دي مش عارفة الجو قلب كده ليه، هوا وسقعة، والهوا دخل زبالة في البلكونة وتراب وطرب الدنيا. فالبلكونة كانت عبارة عن جزء من الشارع، فكنستها كنسة حلوة كده ولميت كل اللي فيها وخرجت كل حاجة فيها علشان أكنسها وامسحها مسحة حلوة كده. والحيطان اللي هي السيراميك دي مليانة تراب، يعني أي هدوم أشيلها من اللي على الحبل لو جت على الحيطة أو على السور تتملي تراب وتتبهدل تاني. فقررت بقى ان انا احميها حماية حلوة كده برغم ان الهوا لسه شغال وهتتطرب تاني، بس علشان الغسيل وكمان اللي يقف فيها والعيال بيخشوا فيها ما يوسخوش الشقة. لازم تكون هي نضيفة علشان اللي يخشها ويخش الشقة ما يدخلش تراب او حاجة وهو دخل الشقة تاني. فغسلتها غسلة حلوة كده، انا بحب الغسلة دي، ما بحبش الغسلة بمسحها كده بالشرشوبة والجردل بس، لا بحب اغرقها مية كده علشان التراب اللي على الحيطة تنزل وتبقى حلوة كده، وبعطرها بتبقى حلوة ومفحفحة كده في الشارع. بعد لما غسلتها ونشفت طلعت بقى السجادة بتاع الانتريه اشمسها كده في الشمس شوية، علشان الشمس الايام دي يعني نادرا كده لما بتظهر عندي في البلكونة، لان الايام دي مغيمة كده وقلبة وفيه هوا وعفرة. فقررت بقى اطلع السجادة وشيشت بقى البلكونة كده علشان الدبان الايام دي رخم، ودخلت بقى اكمل بقية الانتريه بتاعي. فتحت الشباك بتاع الانتريه ينور لي بس لحد لما اخلص، وبعد كده هنقفله علشان ما يدخلش ولا تراب ولا دبان. رتبت الكنبه ترتيب سريع كده، نفضتها بسرعه يعني حاجه خفيفه كده، ورجعت المصليات، بحط المصليات واحده على الايد ده وواحده على ايد الكرسي اللي هي الكنبة الصغيرة، علشان الايد دي اللي هي على الطرف فما تتوسخش بسرعة القماش بتاعها. ورتبت كمان الكنبة الصغيرة، يعني حاجات كده خفيفة وبسيطة. الترويق بقيت الأسبوع بيكون خفيف، لأني آخر الأسبوع بروق يوم الخميس ترويق الشقة عميق علشان ما تعبش بقيت الأسبوع، لأن معايا أطفال وكمان اليوم ما يخلصش في الترويق، هو بيبقى يوم واحد وخلاص. بعد كده كنست بقى مكان السجادة ومسحتها بالمعطر، وهسيبها تنشف بقى لحد لما اخش اعمل الغدا بتاعنا. كنت في السوق بطعم ليان السنة ونص ما شاء الله، رجلها ورمة خالص، ادعوا لها يا جماعة. انا مش عارفة الورم ده بيفضل لحد امتى، بس بقى لها تاني يوم اهي ولسه واقع. وانا بقى خلصت التطعيم بتاعها وطلعت بقى مروحة، لقيت واحدة قاعدة لسه قاعدة باللفت ده، لقيت الورق بتاعه جميل كده، وانا اصلا كنت جايبة قرنباية صغيرة هحشيها، فقلت هعمل المحشي الورق ده هشيله هعمله معاه يبقى حلة حلوة كده مشكلة. انا اصلا معرفش لسه الايام دي لسه في لفت، انا كنت جايبه لفت قبل رمضان عملت مخلل لرمضان، خلص من عندي ما شفتش لفت تاني، لاني ما بنزلش ما بخشش يعني السوق جوه، يعني بجيب حاجتي من بره كده وخلاص. فلقيت بقى اللفت ده واحدة قاعدة بيه لسه فلاحة كده، والورق بيلمع، لما الورق بيلمع ولونه اخضر كده جميل، واللفتاية اصلا السكينة بتمشي فيها بسهولة، يعني حلو ومش اللي هو شايخ بيقول عليه شايخ، لا هو حلو. قطعت بقى كل اللفت اللي معانا وحبة عيدان عشان اقطعهم كمان واخللهم، وسبتهم نقعتهم في مية بقى. هنا بقى كنت جايبة خوخ، بس الخوخ هو غالي، هو ب50 جنيه، بس لقيت واحدة بتبيعه ب20، فقلت هجيب كيلو ونص. فلا جبت كيلو، يا رب جبت كيلو. بس لما كنت بشتريه دوقتني واحدة طلعت مسكرة، عشان كده جبت. بس لما روحت ما لقيتش ولا واحدة مسكرة يا جماعة، يعني دقت 3 ما لقيتهمش مسكرين وطعمهم استغفر الله العظيم. فقلت اللي انا هعملهم اسلقهم بسكر ويبقوا زي كمبود الخوخ كده، بيبقى جميل بيسقع بقى وبيبقى تحفة. الغدا بتاعنا بقى عملت فاصوليا
دي فاصوليا، التانية صغيرة لوبيا. هعمل لوبيا، وكان عندي نص كيلو لحمة، اقل من نص كيلو كده، فهعملهم جنب عليهم. نقعت بقى الفاصوليا علشان ما تغيبش في السوا، نقعتها في شوية مية، وسلقت اللحمة، شوحتها كده وسلقتها. اللهم صل على النبي. عملت الصلصة بتاع الفاصوليا، حطيت فيها بقى التوابل بتاعتها، وبحط في الصلصة الايام دي بحط فيها بابريكا، اللي هي مش مدخنة، اللي هي العادية، علشان بتحمر الصلصة بتاعتي. لو ما فيش صلصة موجودة عندي بستخدم البابريكا دي، بتخلي الحاجة حمرا خالص. الطماطم، لان الطماطم الايام دي مش بتحمر. فقلت بقى اعمل جنبهم رز بشعرية، لاني بحب الرز بشعرية جنب السمك المشوي وجنب الطبيخ. فعملت شوية رز كده على قدنا، والصلصة هنا اتسبكت. نزلت بقى بشوية الشوربة واللحمة، هما كانوا 6-7 حتت كده حلوين ياخدوا غلوة. ونزلت بقى بالفاصوليا بتاعنا، زودتهم بقى شوية مية مع الشوربة، وسبتهم لحد لما يستوي. اللحمة هنا بصوا دايبة دايبة، والصلصة حمرا دام. ما باكلش الطبيخ غير لما الصلصة تكون حمرا كده. واليوم النهاردة كان سهل، ويا رب يديمها علينا نعمة يا رب العالمين. والواحد يكون في حاله كده وما يتدخلش في حياة حد. الحياة هتبقى بسيطة وسهلة، وحياتك هتبقى احسن من اللي انت باصص له. بطلت تبصهم في حياة حد. ويا رب يبعد عننا العين الوحشة، ويبعد عننا اللسان اللي مش بيبطل كلام علينا، ويبعد عننا كل قلب شايل شر لينا. تنسونيش بقى في اللايك يا حبايب قلبي، وتقولي لي في تعليقات ايه رأيكم في الروتين بتاعنا، بسيط ولا صعب علينا؟